جراديشار لعيب بين يوم وليلة لقى نفسه بيلعب كورة وسط ناس أول مرة يشوفهم وبيتكلمش لغتهم وفي بلد أول مرة يشوفها، بس كشف عوار الكرة المصرية. محتاجش غير أسبوع 3 مباريات ما كملهمش كله. كشف فرق التأسيس بينه وبين اللعيب المصري. لعيب في 3 مباريات بس عامل 5 مساهمات، جايب 3 أهداف وصانع هدفين. ولا هو بيليه ولا هو بيجيب الملعب مراوغات من أول الملعب لآخر الملعب. لعيب بيتحرك صح، قوي بدنيا، لياقة كويسة، قوي ذهنيا جوا الملعب. عارف اللعيبة بيتحرك ازاي حواليه، هو بيتحرك وعارف الكرة رايحة فين. بس كده، هذا فرق التأسيس. يا ريت يا ريت يا ريت في مصر نهتم بالتأسيس. وسام أبو علي برضه عمل نفس الكلام. لعيب جاب الأهلي السنة اللي فاتت في نص الموسم، محتاجش غير نص موسم عشان يبقى هداف الدوري. لا هم لعيبة واو ولا هم لعيبة يعني مفرزة، ولعيبة عادية جدا بس متأسسة صح. فبان فرق التأسيس، بان الفرق بينهم وبين اللعيب المصري. عشان كده نهتم بالتأسيس، نهتم بالتأسيس من الناشئين عندنا. اللعيب المتأسس صح بيبان على طول، واضح يعني واضح التأثير اللعيب المتأسس. شكرا.